واحد كده يجي يبص على تصريحات بيسير والمدير الفني نادي الزمالك، كان عاوز يبدأ يشوف المدرب هيتكلم ازاي بعد التعادل وبعد النتيجة الكارثية ديت، لان انت بتتكلم في المنافسة انك بتبعد خلاص، انت مش منافس، سيبك من كل الكلام ده مش مهم خلاص. لكن المهم بقى تصريحات بيصير، وانا كنت مستني ومنتظر ان هو يبدأ يرد، ان هو مثلا النهارده غلط في ان التغييرات متأخرة، ناصر ماهر والجنفلي كانوا المفروض ينزلوا بدري عن كده لان انت ما عندكش حلول في الملعب مثلا. مصطفى شلبوكة بيلعب بالكعب النهارده على الرايق خالص، لعيب تعبان من ونايم نن في الفانلة، ولعيب مولا يمكن المولا اجمد منه. ولا كابتن زيزو بالونه اللي عاوز 100 مليون النهارده ما عملش اي حاجه غير الكره اللي جت في العارضه. ولا كابتن عبد الله السعيد اللي الريتم بتاعه بطيء. ولا ما فيش غير الدكر ناصر منسي اللي بيلعب الواد راجل. بس ما فيش غير الدكر ده. لا هو ساب كل ده، ما اتكلمش في اي حاجه فنيا، هو مش مغلط نفسه. لا هو قاعد يقول لك يقول لك انا ليه احنا النهارده لينا ضربه جزاء، والماتش اللي فات كان لينا ضربه جزاء، وماتش بتروجيت لينا ضربه جزاء. ده ناقص كان يقول لك يقول لك انا الماتش اللي جاي اللي لسه هلعبه هيبقى لينا ضربه جزاء وما اتحسبتش. طب النهارده هتيجي تبص على هو مش بيتكلم على التحكيم، سيبك بقى دلوقتي ايه. انا عارف هو بيردد الكلام ده ليه، هو بيردد الكلام ده وبيقول الكلام ده لان هو عارف عقليه بعض الجمهور بتردد الكلام ده، وعارف ان عقليه الاداره اللي موجوده اللي هي دايما بتعيط في البيانات، اطلع ببيان وايه، سكت الغلبانين اللي بيشجعونا، ومنها ان احنا يا معلم ايه مش غلطانين، ده التحكيم اللي ظلمنا. لكن العقليه دي تحس اللي هو فاهمها خلاص، فطلع يتكلم بالكلام ده. طب تعالى يا معلم واحده واحده، تعالى ايه المشكله اللي عندك، فين ضربه الجزاء؟ قال لك الكره اللي جت في ايد لاعب زد. هتلاقي اصلا لاعب زد ما كبرش مساحه جسمه ولا حاجه، ده الكره هو ايده في جنب جسمه عادي. ايه يا معلم انت عايزه يقطعها؟ انت عايزه يقطعها، فهي مش ركله جزاء ولا اي حاجه. فتيجي تبص على التحكيم في نفس المباراه، هتلاقي ناصر منسي اللي هو اصلا جاب جون التعادل، هتلاقي ان هو ضرب الواد علي بتاع لاعب زد الباك رايت، اداله واحده كده من غير كوره، ومعروفه معروفه يا معلم ضرب من غير كوره. طيب كارت احمر على طول. لا يا معلم، شاهد ما شافش حاجه، هو انذار، حتى اداله انذار على الاعتراض، ما ادالوش انذار على على الكوع ده، ولا حتى الفار رجعه. فانت لو هتتكلم على التحكيم فلا، هنا في كارت احمر على فكره علينا. فدي المشكله، احنا بنتكلم على التحكيم وبنتكلم على الشغل اللي ملوش اي لازمه ده، في حين ان احنا اصلا فنيا اسوأ من السيء. احنا النهارده فنيا ميح، احنا النهارده ملناش وجود، لا شوط اول ولا شوط تاني. شوط تاني انت فين وفين لما رحت على مرمى علي لطفي اساسا؟ شوط اول خرا يا معلم وزي الزفت، وشويه لعيبه اقسم بالله علام ووقاف. شويه لعيبه ما تقلعش من رجلك، شويه لعيبه مش رجاله، ما فيش غير الدكر ناصر منسي الواد المجتهد، هو مجتهد. انما الباقيين ما لهمش اي لازمه، ما لهمش اي لازمه. لكن المشكله ان بقى المدير الفني اللي بقى موجود خلاص هو عرف العقليه وعرف الكلام اللي احنا بنقوله، فكل مباراه هطلع اتعادل فاطلع اقول لك شويه الكلمتين دول. لكن ده مش غريبه، والله مش غريبه، لان احنا الماتش اللي فات تعادلنا قدام الاهلي 1-1 ولقينا الناس فرحانه. فمش غريبه، مش غريبه، عادي. والله العظيم العقليه دي يا معلم هي اللي جايبانا لورا. العقليه اللي احنا فيها دلوقتي دي وتفكيرنا ده هو اللي هيفضل جايبنا لورا. كفايه بقى ورا لحد كده.